تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طاب مساؤكم بكل خير. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، أبدأها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. تقييم حملة الأنشطة الجارية في الجراد الصحراوي وغيره من الآفات الأخرى. دعوة لإنتاج نوعي من مشروع فيزا الزراعي. سيمينار تنويري حول المبيدات الحشرية في تسنة ودقة. مقتل 3 جنود أمريكيين ومتقاعد في أفغانستان. ماي تسعى للحصول على دعم لإرجاء البريكزيت مرة ثانية. الاتحاد الأوروبي يندد بالتعريفة الجمركية الإضافية لواشنطن. كانت تلك عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. نظم في 5 من أبريل الجاري في مدينة مصوع اجتماع لتقييم حملة الأنشطة الجارية للقضاء على ظاهرة الجراد الصحراوي في إقليم شمال البحر الأحمر خلال السنوات ال4 الماضية ونتائجها. وفي الاجتماع التقييمي الذي شارك فيه وزير الزراعة وحاكم الإقليم ومدراء المديريات والخبراء الزراعيون وغيرهم، قدم مسؤول فرع التنمية النباتية السيد تسفيت جبرز جابيهير تقريرا مفصلا أوضح فيه بأن الخريف الطيب لهذا العام أدى إلى خلق بيئة ملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي وغيره من الآفات، مشيرا إلى أن ظاهرة آفات أخرى مهاجرة إضافة إلى الجراد الصحراوي أدى إلى بذل جهود مضاعفة للقضاء عليه. وأشار إلى القيام بمهام جادة للقضاء والسيطرة على تلك الآفات في وقتها بمناطق أمهميمي وقرات وقادم حليب وقرورة وقلبب وشعب وأمبرمي وفورو، مما أدى ذلك إلى ضمان البذور والمراعي والمواشي، موضحا الدور الفعال الذي لعبه سكان ومزارعون عامة وبالخصوص في مديريات قرورة وأفعبت وفورو. كما أوضح عن مشاركة حوالي 6000 مواطن وأكثر من 40 خبيرا زراعيا، بالإضافة إلى قادة المركبات للقضاء والسيطرة على الجراد الصحراوي وغيره من الآفات، بتقسيم الحملة إلى جزئين. وفي الكلمة التي ألقاها حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو، ذكر أنه وبفضل الجهود الجادة والمنسقة سجلت نتائج كبيرة، مؤكدا على استمرار دعم إدارته في المتابعة المستمرة الجارية وإنجاحها. وأفاد وزير الزراعة سيد أرفاين برها بأن نجاح الحملة يرتكز على مساهمة وتنسيق كافة المواطنين، وأن القلق الذي يسببه غزو الجراد الصحراوي لا ينحصر في إريتريا وحسب، وإنما يعم المنطقة والعالم أجمع، موضحا بأن تطوير القدرات البشرية مهم في هذا الشأن، ولذلك تعمل وزارة الزراعة في هذا الجانب بهمة وجدية. دعا المدير العام لقسم الزراعة في إقليم عنسبة السيد بهتا تدروس لدى لقائه مزارعي مشروع فيزا الزراعي المزارعين العاملين في المشروع منذ عام 1995 لتنمية الخضر والفاكهة والعلف الزراعي وتربية الحيوانات لرفع الإنتاج كما ونوعا. وأكد على أهمية الأنشطة التنموية التي يقومون بها لرفع إنتاجية الإقليم وتحسين معيشتهم، موضحا استعداد وزارة الزراعة لمساعدتهم. وقال كل من رئيس جمعية المزارعين في مشروع فيزا الزراعي السيد محمد إدريس محمد عمر وعضو الجمعية السيد إدريس محمد علي إن تعطل أجهزة الطاقة الشمسية وامتلاء مصادر المياه بالطمي هما من التحديات التي تواجههم. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الزراعة في إقليم عنسبة السيد بهتا تدروس ومدير مديرية هابرو السيد فتوي قبر مسكال بأنه تم التوصل إلى تفاهم لتنفيذ مطالب المزارعين لبناء مأوى للأبقار وتشييد مجرى تحويلي وصيانة مصادر الطاقة الشمسية من قبل المزارعين أنفسهم، إلا أنها لم تنفذ بعد، وبالإمكان العمل لإقامة مشتل وتوفير معدات لتربية النحل. عقد قسم الخدمات الإقليمية ومراقبة الثروة النباتية في إقليم القاشبركة سيمينارا تنويريا لمزارعي تسنة ودقة عامة ولمنمي البساتين خاصة حول استخدام المبيدات الحشرية. وقدم في السيمينار توضيحا مصحوبا بالأمثلة عن استخدام المبيدات الحشرية غير المؤكد جودتها وغير المعروفة للمهنيين في الخضروات عامة وخاصة محصول الطماطم وأضرارها الصحية والبيئية.
وأوضح مسؤول وحدة مراقبة الثروة النباتية السيد أبراهاليه هايلا ميكائيل أن المبيدات الحشرية غير المدروس نوعها وكميتها تتسبب بأضرار صحية تصل لحد الوفاة. من جانبه دعا مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية دقي السيد كاستا يوهانس ومسؤول وزارة الزراعة في المديرية السيد هابتوم حديش إلى استخدام وسائل بديلة للمبيدات الحشرية قدر الإمكان وبذور خالية من الآفات الزراعية والتسميد وتنويع الزراعة. وطالب المزارعون لتوفير مبيدات الآفات الزراعية المنتشرة وإعداد شتول لمقاومة الحشرات. طلب سكان مديرية سلعة بصيانة قناتين تحويليتين توجدان في ضفاف واديي بادن وركب التي كانت تجري فيها أنشطة زراعية فعالة لسنوات طويلة، إلا أنها أصبحت خارج نطاق العمل في الوقت الحالي، حيث طالبوا بصيانتها وخلق آلية لإعادة تشغيلها. وأوضح المدير التنفيذي في مديرية ركب السيد محمد صالح فيما يتعلق بقناة كنفرتايا التحويلية أن هذه القناة أنشأتها الجبهة الشعبية في فترة الكفاح المسلح لتنشيط سكان المنطقة في المجال الزراعي، مما أهلهم لترسيخ ثقافة الزراعة وحصاد إنتاج وفير. وأشار إلى أن القناة التحويلية ومع مرور الوقت امتلأت بالطمي وصارت خارج إطار الخدمة نتيجة لعدم وجود صيانة، داعيا الجهات المعنية لمنحها الاهتمام اللازم. من جانبه ذكر مدير مديرية السلعة السيد وائل محمد علي عن وجود بنى تحتية زراعية مماثلة في مناطق بضاحية بادن إضافة إلى منطقة ركب، منوها إلى تقديم دعم متمثل في آليات زراعية من أجل صيانة تلك القنوات التحويلية التي كانت تلعب دورا مهما في الحياة المعيشية للسكان. ويزاول 99% من سكان مديرية السلعة البالغ عددهم 23 ألف نسمة حرفة الرعي. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم. ذكرت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف الشمال الأطلسي بأفغانستان في بيان أن 3 جنود ومتعاقدا أمريكيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قاعدة باغرام الجوية القريبة من العاصمة كابول. وقال الجيش في بيان إنه بالإضافة إلى القتلى أصيب 3 جنود أمريكيين في الواقعة وأنهم حاليا يتلقون الرعاية الطبية. وقال العقيد ديفيد باتلر وهو متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن سيارة ملغومة انفجرت قرب القافلة الأمنية، مما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين في وقت أعلنت فيه طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وتشير تقارير الحكومة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي إلى أن الخسائر البشرية التي شهدتها تلك الواقعة ترفع عدد قتلى الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 7 عام 2019 ومنذ عام 2015 إلى 68 قتيلا. توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى برلين ومن ثم إلى باريس على أمل إقناع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم طلبها إرجاء البريكزيت مرة ثانية خلال القمة الأوروبية المرتقبة. وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مرتقبا أساسا في 29 من مارس أرجع إلى الجمعة إلى 12 من أبريل، لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من اعتماد اتفاق البريكزيت الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد البريكزيت مرة ثانية حتى 30 من يونيو القادم. وطلبها الذي سيبحث الأربعاء خلال قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي يجب أن ينال موافقة الدول 27 الأعضاء في التكتل. واعتبر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ للتحضير لهذه القمة أن الأوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا إرجاء للبريكزيت إلى ما بعد 12 من أبريل، لكن بشروط. وصف الاتحاد الأوروبي فرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية على عدد من البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على دعم الاتحاد المتواصل لشركة إيرباص المصنعة للطائرات بالأمر المبالغ فيه لحد كبير.
ونسب راديو فرنسا الدولي لمصدر بالمفوضية الأوروبية ردا على البيان الصادر عن الممثل التجاري الأمريكي القول إن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن مستوى تدابير المضادة مبالغ فيه إلى حد كبير. وكان البيان قد أفاد بأن منظمة التجارة العالمية وجدت أن إعانات الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص تسببت في آثار سلبية على الولايات المتحدة، حيث تسببت إعانات الاتحاد الأوروبي للطائرات المدنية الكبيرة في أضرار تقدر بنحو 11 مليار في التجارة سنويا. يذكر أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة نشر قائمة أولية بسلع الاتحاد الأوروبي التي تم تعيينها لتكون خاضعة لزيادة رسوم، وتتضمن القائمة تعريفة على الطائرات غير العسكرية والأجزاء المنتجة في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو المملكة المتحدة. يقول خبراء ومتطوعون في اليابان إن السماح للناس بالتعبير عن مشاعرهم الداخلية ساعد في الحد من حالات الانتحار بنسبة 40% تقريبا من ذروتها في 2003. ونادرا ما يصمت التليفون في مؤسسة بي فريندز وورلد وايد طوكيو، والتي يعمل بها نحو 40 متطوعا بمعدل 3 ساعات بصفة يومية. وقالت ناكاياما التي تطوعت في هذا العمل منذ 20 عاما وهي الآن المديرة: لو أن التليفونات توقفت عن الرنين لبضع دقائق نشعر بقلق أن تكون قد تعطلت. وهذه المؤسسة واحدة من بين عشرات المؤسسات التي تشغل خطوطا ساخنة في اليابان. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم، إلى اللقاء.